اهلا وسهلا بكم والحلقة 13 من مسلسل الاصلي. الحلقة بتبدأ بفاطمة بتكون بعتت لدرويش، بتقعد تتكلم معاه، بتقول له ال100 حتة اللي انت طلبتهم مني هديهم لك. بيقول لها انت عايزة ايه يا فاطمة؟ قالت له انا عايزة اكبرك. قال لها ازاي؟ قالت له لما تدخل صالح السجن. قال لها انت اتجننت ولا ايه يا فاطمة؟ انت عايزاني ادخل اخويا السجن؟ قالت له انت مش عارف مصلحتك فين. لو احنا شلنا درويش من الشركة هتقع، لكن لو شلنا صالح من الشركة مش هتتأثر خالص. اسمع كلامي وخليك ورايا، وانا هكبرك وهخليك الكبير في السوق. فاروق بيروح البيت بيلاقي شيرين قاعدة بتعيط، بيحاول يكلمها، بتقوله يا فاروق يا فاروق انا عايزة اتطلق. بيستغرب من كلامها، بيقول لها ايه اللي حصل؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ قالت له مفيش اي حاجة حصلت، بس انا عايزة اتطلق. انا هروح عند بيت ابويا ويا ريت تبعت لي ورقتي على هناك. انور بيقابل مصطفى، بيقول له خير يا مصطفى؟ بيقول له احنا لحد امتى هنفضل ساكتين على حقنا اللي عند فاطمة؟ قال له شفت انت قلت ايه؟ حق فاطمة واخواتها، انا ماليش علاقة بالموضوع. قال له يعني الامتى هتفضل ساكت؟ قال له يا مصطفى شيلني من الحسابات ديت، انا مش عايز حاجة من فلوس الاصلي ولا من ورث الاصلي، وانت عارف رأيي في الموضوع دوت، ويا ريت ما تكلمنيش تاني في اي حاجة تخص الموضوع دوت، لا من قريب ولا من بعيد. وبيسيبه وبيقوم. فاطمة بتتكلم هي وجابر، بيقول لها عرفة قرب يطلع من السجن، وأكيد هيخلي ولاده يطالبوا بميراثهم. إلا صحيح يا فاطمة، لو طلبوكي بميراثهم هتعملي إيه؟ فاطمة معرفتش ترد. بيقول لها عايزين ننول الرضا. قالت له ما هو لسه شيرين ما اتطلقتش من فاروق. قال لها إن شاء الله هيتطلقوا، واتمنى لما يتطلقوا إن احنا ننول الرضا. فريدة بتكلم أشرف في التليفون، بتقوله النقابة لسه محققة معايا، واضح إن الموضوع كبير، ورحت النيابة ولسه مفيش أي أخبار جديدة، وما وصلوش للي عمل كده. أنا مش عارفة الموضوع هيخلص على إيه. أشرف قال لها طب خليني أقعد مع الموكل وأتفاوض معاه، يمكن نوصل لحل. قالت له ما هيوصل لإيه؟ معنى كده إن إحنا بنثبت التهمة على نفسنا. شيرين بتروح بيت أبوها، بيقول لها مالك يا بنتي؟ ايه بس اللي حصل ما بينك وما بين فاروق؟ بتقول له انا عارفه ان انت الموضوع ده كله مش فارق معاك، انت فارق معاك البيعه اللي انت كنت بعتها، خايف لا تخسرها دلوقتي. قال لها انت شايفه نفسك بيعه؟ انت لو بتفكري كده خلاص انا مش هرد عليكي، وانا موافق ان انت تطلقي من فاروق، بس اديني سبب مقنع. ياسر بيكلم شيرين، بيقول لها عملتي ايه؟ بترد عليه بتقول له وانت مالك انت يا زفت. بيقفل معاها السكة، وبيبقى مبسوط جدا ان الخطة اللي هو عملها نجحت. فاطمة بتروح لشيرين البيت، بتقول لها يا بنتي ايه اللي وصل بينك الامور لكده انت وفاروق؟ بتقول لها لو سمحت يا فاطمة انا ماليش نفس ان انا اتكلم. بتقول لها فعلا فاروق شخصية ما كانش كويس، لكن من ساعة ما اتجوزك وهو بقى كويس. ايه اللي حصل ما بينكم؟ قوليلي، ولو في اي حاجة اقدر احلها انا مش هتأخر. قالت لها يا فاطمة انا ماليش نفس وماليش مزاج ان انا اتكلم. قالت لها خلاص اللي انت عايزاه، بس لو حسيتي بأي حاجة أو أي حاجة عايزة تقوليها ارجعي لي وكلمي لي، وأنا زي ما قلتلك من ساعة ما اتجوزتي فاروق وانت بقيتي أختي، لو في أي حاجة أنا هكون جنبك ومش هسيبك أبدا. بتقول لها الكلمتين دولت وبتسيبها وبتقوم. إبراهيم بيدخل لأبوه، بيقول له يا بابا ما تزعلش مني، وحقك عليا في اللي حصل مني. اللي حصل مني او بيحصل من اي طفل صغير ابوه بيسامحه. ابوه بيقول له بس انت مش صغير يا ابراهيم. قال له معلش يا بابا سامحني. بياخده في حضنه وبيقول له على فكرة فايزة بتحبك ونفسها ان انت ترضى عنها، تعالى يا بابا قوم وصالحها وهي مش هتزعلك تاني. بيقوم وبيصالحها، بيخرج الصالة، بيقول لها حقك عليا يا فايزة. بتقول له بقى كده يا رضا اهون عليك تزقني؟ قال لها معلش حقك عليا. بتقول له وانت كمان حقك عليا يا رضا. قال لها بس انتي زعلتيني، وسكتوا على كده. رانيا بتقابل مصطفى وبتكون جايباله هدية، بيقول لها ايه الدلع ده كله؟ قالت له انا حسيت ان انت متغير من ناحيتي، فعلشان كده قلت ابدأ انا اخد الخطوة
واجيب لك الهدية، افتح الهدية شوفها هتعجبك ولا لا. بيفتح الهدية اللي هي جايباها وبيقول لها اجمل حاجة فيك ان انت عارفة ذوقي ايه. فاطمة بتقعد مع منار وامينة، بتقول لهم خير، بيقولوا لها اخبار الورث ايه، بتقول لهم انتوا اول مرة تتكلموا في الموضوع ده. قالت لهم بيقولوا لها ما هو مش ورثنا كمان واحنا لنا حق فيه. قالت لهم اكيد طبعا لكم حق فيه وحقكم محفوظ، بس ايه اللي بيخليكم تتكلموا في الموضوع دوت النهارده كانت زيارة عرفة مش كده. بيقعدوا ساكتين ما بيبقوش عارفين يردوا يقولوا ايه. بتقول لهم ما تقلقوش حقكم محفوظ، محدش هيضحك عليكم ابدا. شيماء بتخرج مع الشخص اللي كان بيكلمها على الابليكيشن علشان يشتروا عربية. بيقول لصاحب المعرض العربية جميلة دي تمنها كام، بيقول له 1,000,000 جنيه. شيماء بتقول له مش كتير. بيقول لها كتير ازاي ده انت من عيلة الاصلي. صاحب المعرض بيقول لها هو انت من عيلة الاصلي، قال لها ايوه. بعد كده بيقول للمعرض هنخرج نجرب العربية. قال له بس الموظف مش موجود. قال له طب احنا هندفع العربون دلوقتي والاستاذة هتقعد معاك وانا هروح اجرب العربية وهرجع. بيديله المفتاح بيقول له اتفضل بس ما تتأخرش. بيقول لشيماء خليكي قاعدة هنا، انا هروح اجرب العربية وهاجي على طول. شيماء بتقول له يا حبيبي بس ما تتأخرش. قال لها عيب اتأخر ازاي، انا هاجي على طول اول ما اجرب العربية. فايزة بتروح لأشرف المكتب بتقول له طبعا انت عارف ان احنا هنقسم الميراث انا واخواتي. قال لها انا عارف. قالت له بعد كده مش هيبقى لك لازمة في وجودك في وسطنا. قال لها ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده. قالت له انا عايزاك تعمل لي عقد بتاريخ قديم للشركة والوكالة. صاحب المعرض بيكون حس بتأخير الراجل، بيمسك شيماء بيقول لها هو اتأخر. قالت له انا مش عارفة والله استنى هتصل بيه. قال لها انا هبلغ الشرطة. بتتصل بفاطمة وبتكون متوترة. فريدة بتكون قاعدة مع رانيا بتكون اتصلت بيها علشان تاخد الورق تنزل بيه المحكمة علشان هي مش قادرة تروح المحكمة. بتقول لها انت ايه اللي مضايق، بتقول لها قلقانة على ادهم، خايفة لا يجراله حاجة. بتقول لها اديله جزء من وقتك وحاولي ان انت تكوني موجودة معاه، بلاش تسيبيه كده على طول زي ما انت بتعملي. فاطمة بتروح تقابل عرفة بتقول له وبعدين معاك يا عرفة في اللي انت بتعمله دوت انت عايز توصل لايه. قال لها انا قربت اخرج وبناتي لها ورث عندك وانا اللي هحافظ لبناتي على ورثهم. بتقول له بناتك انت بناتك دولت انا ليا فيهم اكتر منك. قال لها تخيلي لو العيلة عرفت ان اللي حرضني على حرق الوكالة كان جابر، الخلافات القديمة هتظهر من جديد. قالت له ما تفتكرش ان انت كده بتهددني، زي ما انت ليك عيون بره انا ليا عيون جوه ويأدبوا اللي يغلط. بتخلص الحلقة على كده. بكرة احداث جديدة، ما تنساش تشترك في القناة.